ضرب الهوا. واللي بعت لنا الخطأ ده يحيى مصطفى. أثناء ما محمود عبد العزيز كان رافع عليها السكينة بيبان فوقيه وضوح المايك اللي بيسجل الصوت. تيجي تديلي الند ده عشان يسرقوا منك يا وكستي. فيلم المدمن. واللي بعت لنا الخطأ ده أبو شيبة. أحمد زكي بيلعب مع ابنه وهو سايق العربية وما بياخدش باله وبيعمل حادثة، والعربية بتقع منه في المية وفيها ابنه ومراته. لكن لما العربية بتعدي من قدامنا بيبان إن في شخص بيزقها علشان تبان إنها بتقع في المية. ترمينيتور الجزء الثاني. انعكاس الكاميرا والمصور بيبانوا في الإزاز بتاع العربية. فيلم أبو الدهب. واللي بعت لنا الخطأ ده طه رمضان. وده تاني فيلم النهارده معانا لأحمد زكي، بس المرة دي مش هيعملوا حادثة وهم بيطلعوا بالعربية. بيبان المصورين بشكل واضح في إزاز العربية. هوم ألون. واللي بعت لنا الخطأ ده سعيد بخيت. جو باشي بيمسك الأكرة بتاعت الباب وإيده بتتحرق، بس علامة حرف الإم اللي على إيده المفروض تبقى بالعرض مش بالطول، لأن هو مسك الأكرة بالجنب. حلف الأبهة. واللي بعت لنا الخطأ ده ريمان فوزي وأسماء، وهو إن مصطفى متولي بيبان في التيشيرت بتاعه حتة حمراء واللي هي الكبسولة اللي فيها دم اللي هي هتنفجر بعد ما يتضرب برصاص. هيجننوني. واللي بعت لنا الخطأ ده فهد. لما بيجي يقرا خبر في الجورنال بيبان ان العنوان ملزوق على الجورنال وتفاصيل الخبر الاصلي باينه بوضوح وبخط كبير. البيه البواب. احمد زكي معانا لتالت مره النهارده. واللي بعت لنا الخطأ ده محمود احمد زكي بيصحى من النوم وبيلبس الشبشب، لكن لما بتيجي اللقطه اللي متصوره من الصاله بيبان ان هو حافي، ولما بيطلع على السلم بيظهر تاني الشبشب. يا عزيزي كلنا لصوص. واللي بعت لنا الخطأ ده هشام اتش. سعيد صالح وهو بيفتح الخزنة بيبقى باين انها خزنة خرسانية، لكن لما بيخلص فتحها بيبان انها صاج. ومش بس كده، وهو بيخرج بيبان ان في حد بيزق التراب اللي بيقع من الخزنة. بعد ما الراجل عرف غلطته وصلحها بيحكي انه من بعدها ابتدى يعمل لهم شغل كتير من النوع ده، وانه بعدها كان لازم يتخلص من السلاح اللي بيستخدمه، لكن اللقطات اللي بيرمي فيها السلاح في المية كلها هو لابس فيها نفس اللبس. بس لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب، لو ما عجبتكش اعمل برضو، ولو شفت غلطات تانية قولي تحت في كومنتس، او عايز ترشح افلام تانية قولي تحت في كومنتس برضو. وبس باي باي.